أحمد سعد في حفل زفاف حاتم صلاح، مين تبع العروسة ومين تبع العريس؟ أنا عن نفسي تبع العروسة، أصل حبيت الموضوع قوي. من أكتر فيديوهات انتشرت خلال ساعات قليلة على جميع وسائل التواصل هو فيديو لأحمد سعد وهو بيغازل وبيهين العريس حاتم صلاح، من أكتر الناس المشهورة على الساحة. وكمان هنشوف تفاصيل أكتر بكتير، بس تابع معايا الأول بالصلاة على الحبيب المصطفى واللايك القمر، وتعالى نشوف التفاصيل. من خلال ساعات قليلة كان حفل زفاف حاتم صلاح. طبعا اللي ما يعرفش في حاتم صلاح، من أكتر الأدوار المشهور بيها أو من أكتر الأعمال المعروف بيها هو مشاركته في مسلسل الكبير. طبعا من بعدها حاتم صلاح أصبحت الدنيا كلها عارفاه بخفة دمه وبأدواره المعروفة. طيب امبارح كان حفل زفافه، ومن أكتر الفنانين اللي شاركوا وأخدوا ضجة هو مصطفى غريب وأحمد سعد، من أكتر الاتنين اللي الدنيا بتتكلم عنهم أو جميع وسائل التواصل بتتكلم عنهم لحد اللحظة دي. خصوصا أحمد سعد هو اللي لفت الأنظار قوي وخلى الكل بيستعجب من أفعاله، وكمان بيستعجب من أفعال العريس. ازاي يسكت لك؟ ازاي حاتم ما زعقلكش لما انت حاولت تغازل مراته؟ ايوه، هي اتصنفت على كده لما قال له ايه القمر ده، العروسه جامده قوي قوي، هي ازاي حلوه كده؟ انت عملت ايه علشان تاخدها؟ وانت حبتيه على ايه علشان كل ده خفة دمه؟ امال لو كان حلو شويه. طبعا جميع المتابعين يعتبروا ان حاجه زي دي بتقلل من العريس حاتم، ان ازاي تسيب احمد سعد يبص على مراتك من فوق لتحت ويقول ايه ده العروسه جامده قوي كده؟ ده معناه عدم النخوه وعدم الرجوله، وان ازاي ان انت تسكت له ان هو يقلل منك ويقول لها اخدتيه على ايه؟ امال لو كان حلو شويه. الموضوع هنا في قلبه اتنين ايحاء. الاول ان في تطاول، وفعلا ده قله ادب، ان انت ازاي تبص على العروسه من فوق لتحت وتقعد تتغزل بيها وكل شويه ده جامده قوي، ده عجبتني قوي، ده انا هبقى تبع اهل العروسه عشان الموضوع حلو قوي، وهي ازاي قمر كده؟ وانت عملت ايه عدل في حياتك عشان تاخد عروسه حلوه كده؟ وان هو يقول له خدتك على ايه وازاي توافق بيك والكلام ده كله. انا اضم صوتي لصوتكم ان ده في قلبه تطاول وقله ادب، وان المفروض حاتم ما كانش يسكت له. بس احنا لو جينا بصينا على شخصيه احمد سعد نفسها وبصينا على دماغه وطريقه تفكير احمد سعد، طبعا احمد سعد معروف بحاجات كتير جدا، تاريخه المعروف بالخناقات والخلافات، واكتر برنامج اللي عامله مع اخوه وكان بيستضيف فيه الممثلين في رمضان. لو انت كنت شفت البرنامج ده كنت انت هتشوف شخصيه احمد سعد عامله ازاي وطريقه تفكيره عامله ازاي. فانا لو جيت اكلمكم على اللي احمد سعد عمله في حفل زفاف حاتم صلاح، هتعرف ان احمد سعد ما كانش قصده تطاول، وما كانش قصده ان هو يقلل من العريس حاتم، او ان هو يفضل يعاكس العروسه بالشكل ده قدام المتابعين. انت لو ركزت في شخصيه احمد سعد هتلاقيه هو بس بيحاول ان هو ياخد اللقطه، وان هو يخفف الاجواء، وان يقلب الموضوع كوميدي، وان الناس تقعد تقول له انت ازاي بتعمل كده، دمك خفيف قوي. لا، فاكرين لقطة كذا من احمد سعد في حفل زفاف حاتم؟ هو ده اللي كان احمد سعد عايز ياخد اللقطة، انما هو كان يقصد يقلل من العريس، فهو ما يقصدش حاجة زي دي. عشان كده حاتم عدى الموضوع وكمل حفل زفافه عادي، وان ما حصلش اي حاجة، لان معروف احمد سعد على ايه. ومش بس احمد سعد اللي اخد اللقطة، مصطفى غريب واحمد سعد بقوا حديث السوشيال ميديا بعد حفل زفاف حاتم صلاح. اشعل كل من الفنان احمد سعد والفنان مصطفى غريب الاجواء في حفل زفاف صديقهما الفنان حاتم صلاح، الذي أقيم في قصر محمد علي بالمنيل، حيث تصدرت الحفل مواقع التواصل الاجتماعي والترندات. وشهدت الحفلة الزفاف الفنان حاتم صلاح الكثير من الأجواء البهجة والسعادة التي أحياها الفنان أحمد سعد وتفاعله مع العرسان. كما أضاف الفنان مصطفى الغريب أجواء من المتعة من خلال رقصه على أنغام أغنية إيه ده إيه ده، وأشعلت الزفاف برقصة العرسان معهم. قولولي بقى في الكومنتات انتوا كمان شايفين ان احمد سعد قل من العريس وكمان تطول على العروسة بألفاظ مش كويسة اللي هو بيتغازل بيها، ولا انتوا شايفين ان احمد سعد كان هدفه ان هو ياخد اللقطة مش اكتر؟ اشوف كومنتاتكم واشوفكم في فيديو جديد، في امان الله، مع السلامة.